طب وبعدين والله هتفضل لحد امتى بتجيب جون في اخر دقيقة او اخر دقيقتين وجو الاكشن والسسبنس ده لحد امتى والله؟ ما الموضوع بقى دمه تقيل قوي. يعني ماشي، انا بحبش السيتي ونفسي يخسر، انا كان نفسي الفرقتين النهارده بصراحة يخسروا يعني. بس الموضوع بصراحة دمه تقل، اللي هو جوارديولا كان قاعد على الدكة بيشد كله، واللعيبة كلها قاعدة مش فاهمة حاجة. ايه طب ليه انت بتعمل كده ليه؟ طب ما تكسب من الاول وتخلص. ما الكور 80 كرة اللي جم في العارضة دول على ال70 اللي صدهم ادرسون، هات واحدة فيهم وخلص الماتش بدري بدري وانجز. بلاش كده يعني، ليه سسبنس؟ ورسالة لجوارديولا، انت محتاج تشيل 12 لعيب 13 لعيب وتجيب فرقة من الاول. لا لا، في كارثة عندك في الدفاع. ما انت تفهمش، انت ما اعرفش انت تعملك عمل يلا ولا انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الدفاع المستباح ده؟ ده انا لو مع جاب 11 واحد من صحابي لعبنا قدامكم هنجيب 3 4 مينيمم. فتح كلام كده واحنا بكروش وبتاع. ايه يا اسطى في ايه؟ يا اسطى في ايه يا اسطى؟ مش كده والله. وانشيلوتي الناحيه التانيه برضه، ايه يا اسطى الدفاع ده؟ انت خط هجومك خارق، كيليان امبابي مضيع بتاع 30 40 جول لوحده. حرفيا يعني الماتش ده كان ممكن يخلص مثلا 9 10 عادي. بس هو قرر ان هو لا انا هرخم بقى واجيب جون في الدقيقه الاخيره والكلام ده. بس الماتش كان سهل جدا على ريال مدريد ان هي جت تكسب فيه. الموضوع ما كانش قصه خالص. الف مبروك ريال مدريد، وغالبا كسبت السادات 19 كده، والموضوع هيتلم والبطوله بالشكل الجديد ومفيش حاجه جديده بتحصل وهيكسبوا خلاص. تمام تمام، سلام سلام سلام.